التهمة رقم 2. تهم رقم 2. اتهموا الصوفية بالقول بنجاة فرعون. قرأنا كثيرا في كتب المتمسلف الحشوية. كبر الشاشة. شوف هنا هو بيقول لك اتهموا الصوفية بانهم بيقولوا بايه؟ التهمة رقم 2. اتهموا الصوفية بالقول بنجاة فرعون. قرأنا كثيرا في كتب المتمسلف. طبعا احنا ما بنقولش اتهام، دي حقيقة مذهب الاتحادية بتاع الحلاج. يعني خلينا اجيب الكلام بتاع الحلاج اللي قال فيه نفس الايه الوضع ده، من غير ما احنا لا نفتري على حد ولا نقول شيء فيه شيء من هذا القبيل. واخد بالك ازاي؟ اهو هذا نص كلامه. رأى الحلاج ان ابليس وفرعون وابليس مثلان رائعان الفتوة والثبات على دعوة التوحيد رغم ما لحقهما من لعن وايه لحقهما من لعن وعذاب. فبيقول فصاحبي واستاذي ابليس وفرعون فابليس هدد بالنار وما رجع عن ايه عن دعواه وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة البتة. نعم. فهو يرى ان إبليس أستاذ له وفرعون أستاذ له. نعم. خلي بالك من النقطة دي. هل عنده بقى الحلاج صوفي ولا مش صوفي؟ ده هو عايز يدافع عن هو بيقول انه بيتهم الصوفية. هو بيتهم الصوفية. هو يرى ان الحاجة مش صوفية. قال لي واحد من الصوفية يقول الكلام ده. يبقى احنا دلوقتي بنتهم الصوفية. ان فرعون في الجنة على رأي الحلاج. وعلى رأي ابن عربي، لأن ابن عربي أصلا بيقول ان النار العذاب عذوبة. العذاب تسمى عذابا من عذوبة ايه طعمها. نعم. فكل اللي في النار بيتلذذوا بالنار زي ما اهل الجنة بيتلذذوا بالايه بالجنة على اعتبار وحدة الوجود. نعم. لكن لما تيجي تتكلم ذكرت قبل كده ان احد الصوفية لما سمع قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليتني كنت منهم. قال ليتني كنت منهم. المهم هو بقى علشان يشغب على المنهج السلفي وعلى اتباع المنهج السلفي يوم يقول لك ايه ما انتوا قلتم ان ابن تيمية بيقول بفناء النار. واخد بالك ازاي؟ او الكلام ده غير صحيح طبعا. فهو طبعا نقل الكلام ده هو اسمه الحشوية انهم ينسبون الى الصوفية انهم يقولون بنجاة فرعون، يريدون ان يشنعوا وان ينشروا بين العوام بغض الصوفية، ولكنه ماذا فعلوا؟ اسمعوا يا جماعة، وانا جئت بالمراجع واتمنى من كرمكم ألفوا كتبا في فناء النار وأن النار تفنى، وأن زعموا أن النار تفنى وأن كل من فيها يدخل إلى الجنة فيلتقي موسى مع فرعون. خلي بالك مين اللي قال كده؟ مش حد قال كده. أولا هو ماسك كتاب حققه الشيخ الألباني للأمير الصنعاني في الرد على القائلين بإيه بفناء النار، ونسب ذلك للشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم. والغريب في الأمر إن هذه المسألة زي ما قلت لك كثير من الشباب وكثير من الناس حاولوا ينسبوا هذا القول إلى ابن تيمية وابن القيم في مسألة القول بإيه بفناء النار. نعم. القول بفناء النار، مع أن ابن تيمية رد على من قال ذلك وحاول لك العلة في ذلك. نعم. وبين لك مكمن الخطأ فين. نعم. بس اللي احنا عايزين نقوله بس شوف التلبيس بتاعه. ها كتاب موجود وها كلام الألباني يقول وليس هذا فقط بل وأن أهلها يدخلون بعد ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. اتهموا الصوفية قالش صفحة كام ولا الكتاب صفحة كام ولا الفقرة اللي أنا جبت كلامه كلمتين. بس أنا هوضح لك حاجة هو نفسه صعب أوي إن هو يدركها يعني. نعم. بالك إزاي وكثير من اللي هم اتكلموا على مسألة نسبة القول بفناء النار وفناء الجنة لابن تيمية. بيقول لك إن ابن تيمية بيقول بفناء النار لأنهم يقولون بنجاة فرعون ثم زعموا أن كل من في النار ينجو ويدخل إلى الجنة ولا تبقى هناك نار، فيلتقي فرعون مع رسول الله ويلتقي أبو جهل مع رسول الله ويلتقي موسى مع هو طبعا استنتج بقى طالما هم بيقولوا السلفيين ان النار هتفنى يبقى كل اهل النار هيدخلوا مع ايه مع النبي عليه السلام في الجنه. نعم. شوف يا شيخ عبد العزيز، طبعا انت لعلك ادركت هذا في احد الدورات واحنا بنتكلم على قضيه ايه القول بفناء النار. في فرق بين القول بفناء النار
وإمكانية فناء النار. نعم. الفرق بين بقاء أهل الجنة وإمكانية بقاء أهل الجنة. نعم. لأن احنا لما اتكلمنا على هذه المسألة، وابن تيمية أصلا لما عبر عن هذه المسألة أغلب اللي قرأ كلام ابن تيمية قرأوا بصورة عاجلة، لأن مش فاهم حقيقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية بيفرق بين مشاركة هذه المخلوقات في صفة البقاء اللي هي الصفة الذاتية لرب العزة والجلال. نعم. ربنا سبحانه وتعالى من صفاته البقاء. نعم. فربنا باق لذاته، لأن من وصفه الايه؟ نعم. البقاء. ويبقى وجه ربك. فلما نقول ويبقى وجه ربك، أي يبقى ربك متصفا بالصفات، ومن ضمن الصفات صفة الوجه. نعم. فهذه صفات باقيات لذات الحق سبحانه وتعالى، وصفة البقاء هنا لا تتعلق بمشيئته لأنها صفة ذاتية لله عز وجل. نعم. أما ما سواه سواء الجنة ولا النار فهي باقيات لا لذاتها، لكن بإبقاء الله لها. لكن بإبقاء الله لها. فإن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. نعم. فلما قال إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها قالوا بس يبقى بقول بفناء الإيه؟ لا حول ولا قوة. بفناء النار. واخد بالك إزاي؟ وبدأوا يحطوا كل الكلام اللي بيناقشوا فيه قضية إمكانية الفناء، لأن إمكانية الفناء غير الفناء. فالله شاء أن يبقي أهل الجنة أبد الآبدين. نعم. لكن وأهل لو النار. شاء ألا يبقيها خلاص الذي يبقى هو يقول- الآخر الذي ليس بعده إيه؟ شيء. تفسيرا لاسم الله الآخر. نعم. إن واحد يقول لك لو كانت الجنة بتبقى أبد الآبدين والنار تبقى أبد الآبدين، فإزاي ربنا يبقى الآخر الذي ليس بعده إيه؟ نعم. شيء. وكذا حتى لما اتكلم على الأولية، الأول نعم. الذي ليس قبله إيه؟ شيء. شيء. فابن تيمية يقول ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها. مم. وبدأ يكفر ابن تيمية بسوء فهمهم. نعم. مع ان ابن تيمية لما قال ان ربنا سبحانه وتعالى قبل العرش والماء هو فعال لما يريد ويخلق الله ايه؟ ما يشاء. ما يشاء حتى قبل العرش والماء. قال لك يلزم من ذلك وجود مخلوقات قبل العرش والماء. قالوا ايه المشكلة؟ يبقى امكانية وجود مخلوقات قبل العرش والماء ممكن، لان ربنا يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء حتى قبل العرش والماء. ما الذي سيمنعه؟ بس احنا ربنا ما اخبرناش الا قبل العرش والماء. صح. ما الذي يمنعه؟ كذا الحال بالنسبة للآخر الذي ليس بعده شيء. فربنا سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، على اعتبار أن ما يبقى من المخلوقات يبقى بإبقاء الله ومشيئته. وليس إبقاء بذاته. فإن شاء أبقاها وإن شاء أفناها تحقيقا لمعنى قدرته. نعم. لكنه شاء أن يبقيها تحقيقا لمعنى حكمته سبحانه وتعالى. نعم. الحتة دي عشان يفهمها حد لازم يكون ولا حد متخصص. يفهم كلام لازم يكون متخصص. نعم. او حتى يوصل لها بسهوله. فقالوا يبقى معنى كده ابن تيميه يقول بفناء النار، وبداوا ايه يضخموا العمليه وكبروها، ويجي واحد جاهل زي اللي اسمه البروني ده ولا اسمه ايه الشيخ شمس الدين يجي يقول لك ايه ان ابن تيميه يقول بفناء النار، يبقى معنى هو بقى خلي بالك ده فيهم كده بعد كده ايه لوازم بقى. لوازم ان فرعون واهل النار هيطلعوا من النار ويدخلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه، وانتوا جايين تعيبوا علينا ولا كنتوا جايين تعيبوا علينا ان الحلاج بيقول فاستاذي وسيدي ابليس فرعون. يا راجل يا جاهل، شتان بين هذا وبين ايه وبين ذاك. كلام الحلاج ضلال وكفر وزندقه. نعم. انما كلام شيخ الاسلام ابن تيميه لا يلزم منه انت قلته، ولا يعني بفناء النار ابدا ولا قال به، بل يقول بما قاله رب العزه والجلال في كتابه، وفرق بين بقاء اهل الجنه واهل النار بابقاء الله، وبقاء الحق سبحانه وتعالى ببقائه. فشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله عز وجل. هذا ما يريده شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتكلم فيه. لكن تقول لي مين بقى؟ كذلك برضك يا شيخنا لا يلزم من كون ان النار تفنى ان الكفار يخشوا الجنة مع الأنبياء. ما هو ممكن يهلكوا ويفنوا مع ده لا، ما هو انت لما هو ليه تقول أوجب اللازم ده عشان يشوه الصورة. هو بس